بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شايفين الفلفلة يا جماعة؟ الكشري بتاعنا مفلفل ازاي؟ معانا النهاردة كشري رز على عدس بس، وشوية سلطة وشوية بطاطس، ونتغدى وزي الفل. احلى لايك بقى لأحلى أكلة كنا بناكلها من ايد اهالينا وبيوتهم. يلا بقى نشوف هنعمل ايه. كوبايتين من الرز قدامهم كوبايتين من العدس، ممكن تعملي كوبايتين رز وكوباية عدس واحدة. احلى لايك يا جماعة، عايزة اشوفه من ايديكم بالله عليكم. اللايك بيرفع الفيديوهات وبيخليها تنتشر. معايا بقى بصلاية شوحتها في شوية زيت كده يدوب دبلت، وجزرتين مبشورين بيدي تست هايل للكشري ده، وبيضيع بقى في السوا ما بيبانش. حطيت بقى الرز والعدس اللي انا غسلتهم، وشوية ملح وكمون وبابريكا، ونص معلقة من خلطة الثوم مع الفلفل المفروم، ادتها نكهة وطعم حلو قوي. حطيت مقدار المية بتاعي وهو بيغلي. يا جماعة لما تحطي الرز متشوح وتحطي عليه مية بتغلي فبيبقى سخن على سخن، بيديكي الحاجة مفلفلة على طول، ما بتبقاش معجنة. قدمته بطريقة حلوة كده زي ما انتوا شايفين. احلى لايك يا جماعة، اعملوا كل حاجة في البيت. شكرا ليكم والسلام عليكم.